هو رجل وأب لطفلة. اكتشف عن طريق الصدفة أن زوجته تخونه، أن زوجته كانت تخدره ليلا باش يرقد، ومن بعدها تتواصل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مع عشيقها هذا المصري. وسط سنة 2013 الانترنت لاحظت كما يقولوا 180 درجة. هذا المرأة دايرة راجل في الدار ودايرة عشرات في الانترنت. بديت نفتح في لي زيميل تاعي، عندي ان كونت جيميل، بديت نلقى فيه كيفاش يقولوا دي ميساج عن طريق الفيسبوك. ما نكذبش عليك، قعدت 3 ايام لا ماكله لا شرب، لا كي جات من مصر يعني عاد تهضر لي كما يقولوا بوجه مكشوف. لأن المصري قال أنا نوفر لك لابيل في جميع الحالات هو خاسر لانه حد ذاتها كانت بالنسبه لي طابو. داية وش من فضيحة أكثر من أن مرتك بين أحضان مصري في مصر.